ده انت زي ما تكوني ميته بقالك اسبوع. وانا ناقصاك انت كمان؟ ما تخلصني بقى من اللي انا فيه ده. هو دخول المعمل زي خروجه، ده انا لما صدقت انك جيتي. يلا مستعده؟ معلش استحملي. خلاص راضي يا عم ونزاح. وانت هتعمل فيا كده ليه؟ ما انت اللي تقلتي. معلش يا نتاشا، ما لقيتش حل الا كده. تعالي اقعدي اتفضلي، فكي الطرحه كده وخدي راحتك المعمل بتاعك. لا فك طرحة ايه؟ لا طبعا يا اخويا. ما انت بتقفي في الحاره بشعرك. ايوه الحاره دول اهلي وناسي، لكن انا هنا بره الحاره لازم اتستر. انت غريبه جدا يا نتاشا. اشمعنى يعني؟ اصل انت بتقلعي في الحاره وتيجي هنا تستري نفسك، هم العكس، هم بيستروا نفسهم في بيوتهم ويجوا هنا المعمل يقلعوا. انت على كده بقى تعرف بنات كتير قوي. لا انا عمري ما عرفت بنات، هي واحده بس امي خطبتها لي كده صالونات، بس خدت غرضي منها ورميتها. يا نهارك اسود ومنيل، انت ما عندكش ولايه ولا ايه؟ لا انت دماغك راحت فين؟ انا قصدي يعني ان انا كنت بستخدمها كفار تجارب وتخلص العلاقه على كده. يعني هو انت دلوقتي مفيش حد في حياتك؟ مفيش في حياتي دلوقتي غير شفيقه. تعالي اعرفك على شفيقه. شفيقه دي نتاشا اللي كنت بكلمك عنها. لا شفيقه لا بلاش الحركات دي، احنا عندنا ضيوف. ايه ده يا سيفيرا؟ دي حلوه قوي، اللي جاب لك يخليلك. ما تقفلي شفيقه. دي حلوه قوي قوي يا سيفيرا. لا شوفي يا نتاشا، اللي هتشوفيه في المعمل ده مش هتشوفيه في اي حته في العالم. ايه العسل ده؟ عسوله. بصي المرايه دي. ايه يعني؟ مرايه زي اياتها مرايه يعني؟ لا دي مش مرايه عاديه، قلبي كده في الزراير. ايه ده؟ دي حلوه قوي يا سيفيرا، دي شبه الخلق الناطق. قلبي ايه ده؟ سودا؟ لا يا اخويا رجعني تاني. قلبي ايه ده؟ يا حلاوه. الله دي حلوه قوي يا دكتور، انا هاخدها ليا دي. تاخديها ليكي بس بشرط. اشرط؟ ما انت حياتك كلها شروط. مش عايز اسمع الدكتور دي تاني، زي ما بقول لك يا نتاشا تقولي لي يا بيرم. ماشي يا بيرة، انا هاخد المرايه. ماشي يا ايه؟ بيرة. قولي لي يا دكتور زي الاول. تعالي اوريكي، شفتي الجهاز ده؟ وده ايه ده كمان؟ ده زي جهاز كشف كذب كده، انا اخترعته. زي اللي قاعد عليه جمعة الشوال صح؟ هو اللي قاعد عليه جمعة الشوال. تحبي تجربيه؟ لا يا اخويا لا يكهربني. هو بيكهرب اللي بيكذب بس، انت ناويه تكذبي؟ لا وانا اكذب ليه؟ انا ما عنديش حاجه يا اخويا اكذب عليها. خلاص تعالي جربي، تعالي ما تخافيش. اقعدي استني اشغلهولك. حطي ايدك هنا وهنا، حطي ايدك ما تخافيش. حطي ايدك هنا يا بنتي، حطي. هو انا هعدمك؟ ما تخافيش، حطي ايدك. طب امسك البوك بتاعك. جاهزة؟ كل اللي مطلوب منك انك تقولي الحقيقة وبس. لو فكرتي تكذبي في ايد هتضربك على دماغك بالراحة كده، ما تخافيش. جاهزة؟ قولي لي يا نتاشا اسمك ايه؟ ما انت لسه قايل نتاشا. ولا حاجة، اي حاجة. اسم ابوكي ايه؟ ابويا اسمه هيصة. ايه ده؟ ما لازم تاخدي على قفاكي، في حد يبقى اسمه هيصة؟ اسمه رجب السيد كتكت وبيقولوا لي يا هيصة. خلاص ما تحوريش، جاوبي على طول. ساكنة فين؟ في الأباجية. تشتغلي ايه؟ على عربية الكبدة، ما انت عارف. في حد في حياتك؟ يعني ايه في حد في حياتي؟ ده السؤال ده ايه في حد في حياتك دي؟ ما تحوريش، في حد في حياتك؟ مش سؤال ده، مش سؤال يا لهوي. ما تحوريش، في حد في حياتك؟ انا عايزه امشي من هنا يا اخويا، سكين. على فكره البنت فاتن طايره بالباشمهندس ابنودي. ما انا قلت له يخرجها النهارده يفسحها ويشتري لها هديه كده عشان تشبط فيها اكتر. بس برضك يعني يا دكتور مش اصول يعني ان هم يفضلوا رايحين جايين مع بعض كده وهو لسه ما شبكهاش. انت خايف عليها منه ولا خايف عليه منها؟ لا مش القصد، بس العادات والاقاليم عندنا بتقول يعني انه لازم على الاقل يكون شابكها او كاتب عليها. ده انا حتى يعني لا مؤاخذه
لولاش يعني بعتبرك اخويا وصاحبي يعني ما كنتش بعت لك البت نتاشا لوحدها امبارح. واضح ان انت بتعز نتاشا، شكلك بتغير عليها جامد. طبعا دي اختي، ده انا وهي وفاتن متربيين في فرشه واحده. اختك؟ ايوه. اثبت بقى عشان اظبط عليك الكتر. ماشي، بس انا كنت بقول اروح انا الصريح على طول بدل الهم اللي انت فيه ده. لا، الهم اللي انا فيه ده احسن، عشان اضمن انك هتقول اللي انا عايزه، ما تفتيش من دماغك. الله يحرق المنطلون اللي دخل الشيطان بينا، مفيش ثقه خالص. عصفور، انا قلتها لك مليون مره قبل كده وهقولها لك تاني. انت ايه يا عصفور؟ انا سوبر. يعني ايه؟ يعني قوي. قوي ايه؟ قوي جدا. بس ايه؟ بس غبي. غبي ايه؟ غبي جدا. يعني انت من غير ايه؟ من غيرك اتسوح. فلازم تعيش لي كايه؟ كعبد. عبد لونه ايه؟ لونه اسود. يا اما هيحصل لك ايه؟ هتديني بالجزمه. على ايه؟ على دماغي. برافو عليك يا عصفور، طبق بقى اللي انت حافظه. وصلت الدماغ يا دكتور، يلا 3 2 1 صور. البس ده الاول ما تستعبطش. يا دي المسك، صور يا عم. موضوعنا باختصار عن شاب مصري يشرفني انه يكون من نفس القرية اللي انا اتولدت فيها، والحقيقة زي ما هو كان محظوظ بيا انا برضو كنت محظوظ بيه. ايوه، هو كان محظوظ بيا لان الرجل العنابي اتربى على ايديا وكبر قصاد عينيا، واول مرة يطير فيها كنت انا اللي شايله واتبنيته ودعمته لحد ما بقى سوبر هيرو صيته مسمع في الدنيا كلها. وزي بصريح الفيل كان ليه السبق في توقيع العنابي لحزب الصراحة راحة، هيكون صريح الفيل برضو ليه السبق في ظهور العنابي مباشر وحصري هنا في البرنامج بتاعنا. حبايبي، معانا مكالمة تليفون صوت وصورة للرجل العنابي في مخبأه السري الذي لا يعرفه أحد غيري. ألو يا عنابي. الو، بسم الله الرحمن الرحيم. ازي حضرتك يا باشمهندس صريح؟ انا سعيد جدا ان انا مع سعادتك هواء. انا كان نفسي اطلع مع سعادتك من زمان بس الظروف ما سمحتش. انت جميل يا عنابي، انت قمر ومنور كل حاجه حلوه واحنا كلنا بنحبك. ربنا يخليك يا باشمهندس صريح، احنا يعني خدامين الجزم. العفو العفو، ده انت ابني يا عنابي. انا عايزك تقول لي بقى وبمنتهى الصراحه كانك ما بتكلمش صريح الفيل، بمنتهى الصراحه يا عنابي، ايه اللي خلاك تفضل حزب الصراحه راحه عن اي حزب تاني؟ حقيقة لأن هو أقرب حزب من بيتي، فبركب لحد رمسيس وبتمشى الحتة اللي فاضلة دي. عسل يا عنابي، عسل، طول عمرك ابن نكته يعني. لا، من صغرك انت تحب تضحك، لا بتضحك بجد يعني. لا بجد بقى يا عنب، قول لي بجد، ها ايه اللي خلاك توقع لحزب الصراحه راحه؟ أنا مضيت مع حزب الصراحة راحة